يوجد طريقتين لفحص السيارات الحديثة بجهاز فحص السيارات، وهذه الطريقتين اكو فحص شامل مثل ما جاي يشوفون. هاي الكمبيوترات كلها موجودة هنا تطلع بجهاز فحص السيارات، واكو يسمونه فحص الخطوات اللي يريدها صاحب الورشة. مثلا يجينا شخص يقول انا اعاني من مشكلة بالمحرك، انه يروح يفحص بس المحرك، يجي يشكي على الجير يفحص بس جير. وقسم من الاشخاص اللي يجون الورشة اصحاب السيارات يقول لك انا اريد فحص شامل. طبعا الفحص الشامل هنا يكون هو افضل وادق صورة. راح اراكم شلون نفحص فحص شامل. طبعا الفحص الشامل راح يمشي على كل الكمبيوترات. هنا مثلا فحصنا كمبيوتر المحرك، هنا كمبيوتر الجير، وراح يمشي على كل الكمبيوترات ويشيكها. انها عندنا كمبيوتر المحرك كمبيوتر البريك، كمبيوتر الستيرين، هنا كمبيوتر البي سي ام. هذا الكمبيوتر مسؤول على يعني مسؤول على إدارة البدي، لأنه البدي ما يتصل ويا الجير والمحرك، مجرد اللي تشترك وياه خطوط يسمونها خطوط نقل بيانات. كمبيوتر بادي كنترول موديول بي سي ام يسمونه، هذا يشغل لنا البادي سيستم، يعني اللايت، السكن، الإشارة، الماسحات، البريك، بس ما يشغل ولا له علاقة بالجو المحرك والبريك. كذلك هنا الفحص الشامل يفحص لنا منظومة الإيرباك، ويفحص كل الكمبيوترات بالسيارة. طبعا قليل من أهل المصلحة يستخدمون فحص الشامل. ليش؟ لأنه يأخذ وقت طويل بالفحص، وبنفس الوقت لازم الفحص مالته يكون دقيق. أكثر الأخوة الكهربائيين يفحص غير محرك وحسب كلام الزبون. احنا هنا طبعا عندنا فحص شامل موجود بورشتنا، نقدر نفحص فحص شامل، ولكن الإجراء مالته شوية تختلف، أقل. نقدر نقول يعني أكثر تكلفة من الفحص اللي خاص بالمحرك أو الجير أو البريك. تحياتي. ورشة مهدي ناصري، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن.